وزارة الصحة يوم 28 من مجلس الشورى عفوا بمشاركة وزارة الصحة والمالية والعدل والتنمية الإدارية يوم 28/6 في مجلس الشورى قبل حله يوم 28/6 الماضي. النهارده الجمعية قررت ان يوم 19 و20 القادم اضراب جزئي، وشكلت لجنة من مجالس النقابات الأربع لقيادة اضراب مفتوح بدءا من 1 فبراير. أنا بدعو المسؤولين في وزارة الصحة وفي الدولة للاستماع لصوت العقل وتنفيذ مطالب الأطباء اللي كتير منها أدبية لا يكلف الدولة شيء في وبنحسن منظومة صحية عادلة للجميع. لو لم يتم تنفيذ هذه المطالب فإننا لن نتنازل عن كرامة الصيدلي وحقوقه المشروعة. النهارده بدل العدوى لينا لسه ما زال 19 جنيه، في حين ان فئات اخرى بدل العدوى لا تتعامل مع المرضى ولا مع الدم بدل العدوى بتاعها بيصل الى 1400 جنيه، ولسه بدل الصيدلي والطبيب واعضاء الفريق الصحي بدل العدوى ليهم 19 جنيه. لما تكرمت وزارة الصحة ومنزله لنا في المشروع الكوارث اللي هي بتسميه مشروع حوافز، ونزلت بدل مهن طبية خلته 120 جنيه وفي سنة 2016 يبقى 200 جنيه. الكلام ده غير مقبول، مش هنقبل بيه، ولازم يراجعوا قراراتهم لأن الصيادلة مش هيسكتوا ومصممين على انتزاع حقوقهم. شكرا.